بكرة الموعد الرسمي لانطلاق مونديال 2022 ولأول مرة رح يكون على أرض عربية وهي قطر. من لحظة تحديد مكان مونديال 2022 بلشت التحضيرات، ومن التحضيرات يلي رح تكون لأول مرة موجودة دخول التكنولوجيا لأرض الملعب، وتحديداً لكرة المونديال الملقبة بالرحلة. هالكرة إلى دور رئيسي بتطبيق تقنية رصد التسلل، فرح تحدد الشريحة المثبتة فيها بدقة مكان تسديد الكرة قبل ما يتم الإعلان عن وقوع التسلل. رح تحتوي الكرة على أحدث الشرائح الذكية اللي من خلالها رح يتم قياس سرعة الركلة وتحليل بيانات خاصة لكل لاعب. كل هالتفاصيل هي تقنية واحدة من التقنيات اللي رح يتم استخدامها بمونديال 2022 واللي رح نتعرف عليهم هلأ بهالتقرير. أكثر من مليون مشجع من مختلف أرجاء العالم متوقع أنهم يكونوا موجودين سوا لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 بقطر. لكن مونديال هالسنة رح يكون غير، مو بس لأنه أول مرة بيكون ببلد عربي، لأنه رح يحمل كمان الكثير من المفاجآت على الصعيد التكنولوجي والتقني. بداية من الأشياء الجديدة اللي لازم نذكرها هي الذكاء الاصطناعي اللي بيساعد الحكام بمونديال قطر. فكانت قرارات التحكيم بمباريات كأس العالم بالسنوات الماضية كلها خلافات، مثل الهدف اللي أحرزه دييغو مارادونا بإيده بالمباراة الشهيرة بين منتخبين الأرجنتين وإنجلترا بمونديال 1986. فاستخدام الذكاء الاصطناعي رح يكون لإعطاء قياسات دقيقة وإنشاء خطوط التسلل اللي كان لازم رسمها يدوياً بالسابق. وبهالتقنية رح ينظر الحكم للصورة اللي أنشأ الذكاء الاصطناعي وبيقدر يعرف إذا كان اللاعب بتسلل أو لا. يعني خلاصة العملية كلها هي التعاونية بين البشر والآلات. أما بالنسبة لتقنية التبريد بالملاعب فرح يتم تجهيز ملاعب قطر بأنظمة تبريد لضمان درجة حرارة مثالية للاعبين والمتفرجين عن طريق تبريد الهواء الخارجي من خلال مراوح التكييف اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية. وبيدخل الهواء البارد للملعب من خلال فتحات بالمدرجات وفوهات تانية كبيرة بالملعب، خاصة لو وجود درجات حرارة مرتفعة بقطر. بالنسبة لغرف المشاهدة الحسية فتم إنشائها لتوفير مساحات هادئة للأشخاص المصابين بالتوحد أو الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية بتمنعهم من متابعة المباريات من المدرجات. وبتتميز هالغرف بعرض تفاعلي للمباريات مع ألعاب بتساعدهم على الاستمتاع بمشاهدة المباراة ببيئة مريحة. وختاماً رح نحكي عن التنقل المريح اللي رح يوفره تطبيق مخصص لكأس العالم بيساعد بالتنقل للملاعب. فهالتطبيق بيرسل تعليقات حول حركة المرور ونظام المترو الجديد، ورح يساعد كمان هالتطبيق المشجعين على التنقل بالمساحات الداخلية بالملعب ومراكز التسوق وأماكن الترفيه.